بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي. واشتركوا مبروكة ورمضان كريم، دخل عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. نتمنىكم تكونوا كتصوموا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فطائر بعجينة ديال الطرطية بواحد الحشوة كتجي ساهلة ومعلكة ومفرمجة دغيا كتوجد. فطائر اللي ساهلين ديال الدقيقة 90 بلا عجن وبلا دليك. صراحة كيجيو ساهلين وولدادين بزاف. كيجيو مفرمجين ومعلكين والحشوة اقتصادية. وكنقول للبنات شكرا اللي سولتوا فيا على هاد الغبره اللي كنت غابره. شكرا لكم بزاف، نتمنى تكونوا نتوما بخير وعلى خير. الحمد لله انا راني كنت لاباس، اللهم لك الحمد. غير الظروف وصافي. هنا عندي بالنسبه للحشوه غادي ندير فيها صدر ديال الدجاج على حسب افراد الاسره. انا هنا الكميه اللي عمرت راه بقات لي الحشوه، ولكن مره اخرى غادي نعمرها، ما كتوقع على حتى حاجه. صافي درت عليها هنا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابصار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره. من الافضل تكون التحميره فيمي الا كانت. هنا هذا السودانيه حاره، نص معلقه. وغادي ندير حتى واحد المعلقه ديال الحامض معصر اولا الخل اللي متوفر، وغادي نخلطهم هكا مزيان ونخليهم يترقدوا شحال ما خليتوهم مزيان، ساعه جوج سوايع، المهم على حسب. هنا غادي ندير شويه ديال زيت المائده، وغادي ندير معاه حتى شويه ديال زيت الزيتون اولا الزبده اللي بغيتو. صافي، وغادي ندير فيها دوك الشرائح ديال صدر الدجاج، هادوك بيبرين شويه ماشي شرائح، المهم طريفات. غادي نخليهم يتقلاو، احسن تكون النار مجهده باش ما يطلقش لينا الماء ديالو. انا هم حيت كنقرب هاد المجمر هاد الراس ديال البوطه كنقرب له حيت قريب للكاميرا، اما هو من الافضل تكون على نار مجهده. صافي، غادي نحاول نقليهم مزيان من الجهتين، وغادي نغطيهم هكا واحد ربع ساعه اولا 10 دقائق نغطي عليهم. ومن بعد ما يتقلاو غير نقص لهم البوطه ونخليهم يطيب. صافي، داك الصدر ديال الدجاج كنحسوا به طاب، هو اصلا دغيا كيطيب. صافي، من بعد ما غادي يتقلاو غادي نحيدهم، وغادي ندير في بلاصه داك الزيت في نفس المقله غادي ندير شويه ديال البصله مقطعه مربعات رقيقه، الا كانت البصله خضريه اولا البصله العاديه. مهم تقريبا انا درت 2 حبات صغار ديال البصله العاديه. صافي، هنا غادي نديرهم وغادي نخليهم يتقلاو حتى كتنزل شويه. هنا غادي ندير عليهم الفلافل، فلفله صفراء هذه كتكون مجمده مباشره للمقله، وهنا فلفله حمراء حتى هي. وغادي نبدل لهم الراس ديال البوطه، غادي نديرهم على نار تكون مجهده باش ما يطلقش ليا الماء. داك الفلفل، هاد الفلفله ما تطلقش ليا الماء. صافي، هنا غادي نفرتت هذاك الصدر ديال الدجاج، غادي نحاول نفرتو بشويه حتى غادي نفرتو كامل. وغادي تشحر لي هذيك الفلفله. هاد الحشوه كتجي زوينه وسهله، وراه انا درت بزاف راه بقات ليا منها. صافي، هنا ساليتهم بعد ما شحرت دوك الفلافل والبصله، غادي نضيفهم على داك الصدر ديال الدجاج، وغادي ندير عليهم شويه ديال الموتزاريلا اولا اي جبن بغيتو. تقدروا ديروا حتى جبن كريمي، حتى هو كيجي يعطي مذاق زوين. هنا غادي ندير معلقه ديال الصوص صوجا اولا معلقه ديال الصوص باربيكيو، حتى هي كتجي زوينه، كتجي فيها المذاق ديال المدخن بحال اللي الدجاج مشوي. صافي، وهذه هي الحشوه ديالنا اللي غادي نعمرو بها. غادي نجيب هذوك الدوائر ديال التورتيلا، خبز التورتيلا غادي نقطعها هكا دوائر،
وغادي نبقى نقطعها بالموس هكا، نحلها داك بحال شريطة، ما نوصلش حتى للدائرة، غير من الوسط صافي. وغادي ندير شوية ديال الجبن شرائح، شوية من الحشوة، شوية من الجبن الأحمر، فرماج أحمر، وغادي نسد عليهم بحال شكل لي شوسون بحال هكا صافي. دغيا دغيا كتلصق. وهذه هي الطريقة ساهلة ماهلة، شي حاجة اللي دغيا دغيا كتوجد ولذيذة وزوينة، كتجي رطبة وزوينة ومعلكة ومفرمجة صافي. غادي نستمر على هاد الطريقة، ندهن بشوية جوانب بالبيض باش كتلصق ليا. هذاك البيض فيه اصفر البيض، شوية الحليب، شوية الخل، وبيه حتى هي غادي ندهن حتى الوجه ديالهم بنفس الخليط صافي. كنعتذر على الصوت ديال الوليدات الصغار ديال الجيران، الله يحفظهم كاملين يا ربي. صافي بحال هكا غادي نديرهم كاملين. راني كنت باديه في الاول وصورت معكم هاد اللقطات وعاد كملت. شي حاجه ساهله هكايا الفطور. رمضان كنبغيو نوعو، كنبغيو كل مره الجديد، كيتسالاونا الافكار افكار اصعب من التطبيق والله يلا. صافي هنا من بعد ما درتهم غادي يكون عندي الفران كسخون، غادي نديرهم على درجة الحرارة 200. الفران شعل من الفوق ومن التحت في نفس الوقيته، ومع المراقبة بطبيعة الحال لأن راه مدهونين بالبيض وفيهم الفرماج من الفوق، خصنا نردهم عام بال هما دغيا دغيا كيتحمروا صافي ونخرجوهم سخونين بالصحة والراحة كيجيو فنين. هنا درت عليهم هذوك الزرارع اولا اي منسمات بغيتو ديرو. درت حتى شويه ديال الفرماج في الوجه، حتى دوك اشرطه كيخرج منهم شويه الفرماج من الحشوه وكيجيو معلكين وزوينين صافي. هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيخرجوا محمرين ومذهبين لوين فن تبارك الله. الشكل ديالهم راقي وزوين، اهم حاجه انهم بنانين ولذاذين وفنين. نتمنىكم تجربوهم بالصحة والراحة. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار يعجبكم، الا وصلتوا معايا حتى لهنا كنقول لكم شكرا، وما تنسوش ليا لايك الا جات على خاطركم، بارطاجي الا عجبتكم الوصفه مع الاهل والاحباب. وصفه راها لذيذه على حسابي، غير جربوها. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي معلكه وزوينه. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار يعجبكم. فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.